السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. في الأيام القليلة الماضية انتشرت مقاطع فيديو فاضحة لأم لول العراقية. هي من المقاطع التي حققت انتشار كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو خاص بأم لول العراقية والتي ظهرت بالقيام بأفعال غير أخلاقية عن طريق المنصات الإلكترونية المباشرة، والتي شهدت تداول الواقعة بشكل كبير، حيث أصبح الفيديو ترند في العراق والوطن العربي، وذلك بعد بيان وزارة الدفاع العراقية والتي أكدت عن محاسبة مرتكبي الواقعة في القريب. وقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن الفيديو المتداول لمعرفة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، حيث اتضح بعد التحري والفحص إن الفيديو المنتشر للراقصة أم لول والتي تعمل في نادي ليلي، وقد ظهرت مع أحد منسوبي وزارة الدفاع العراقية في مشهد غير أخلاقي. وظهرت الراقصة أم لول وهي منتحلة صفة ضابط، فقد كانت ترتدي زيا عسكريا برفقة أحد الضباط في وزارة الدفاع العراقية، وذلك في مقطع فيديو فاضح وغير أخلاقي، حيث تسبب الفيديو في إثارة الغضب لدى الجميع في العراق، وخاصة في وزارة الدفاع العراقية. فقد أصدرت الوزارة بشكل رسمي مذكرة اعتقال بالراقصة أم لول لانتحالها صفة ضابط عسكري. وقد أصدرت وزارة الدفاع العراقية في الساعات الماضية مذكرة اعتقال بحق الراقصة أم لول، وذلك بسبب انتحالها صفة ضابط وممارستها البغاء مع أحد المنسوب في الوزارة بشكل رسمي. وقد أوضحت الوزارة أنها سوف يتم التصدي لتلك الواقعة على الفور. وبكده أكون نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل المتاحة حتى الآن حول الجدل المثار عبر المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للراقصة العراقية أم لول، والتي ظهرت بزي عسكري وأفعال فاضحة في المقطع. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.